السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في الله. النهارده بقى يا حبايب قلبي عشان ما اطولش عليكم الفيديو كده وقلت اعمل لكم حاجه كده على السريع، فهي عباره عن شوربه الخضار. يلا نشوف هنعمل ايه يا حبايبي. احنا جبت حله، رحت حاطه فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت صغيرين، ماشي يا حبايبي، وهنزل بالقوطه والبصل اللي انا بشرهم اهي كده، وهنزل بالخضار بتاعنا كله مره واحده. طبعا الخضار بتاعنا عبارة عن كوسة وبطاطس وبسلة وجزر، ماشي. هديهم تشويحة كده حلوة بسيطة مع ماشي يا حبايب قلبي. حطيت كده بقى ايه الكوسة والبطاطس والجزر، وحطيت البسلة هي عشان كان عندي حبة في الفريزر متلجين، وقطاية وبصلاية بشرتهم حلو، حطيت عليهم ملح وفلفل وكمون، ماشي يا حبايب قلبي. كده احنا عايزين ايه نشوحها بسيط خالص، ماشي. وانا عامله كان عندي مكرونه امبارح محمراها، فهحط ايه عليها حبه بتدي طعم برضه حلو جدا. وهنزل بالكرفس بتاعنا، انا بقول لكم كل حاجه اهو. بسم الله. هنزل بالكرفس بتاعنا اهو، ماشي. ده بيدي طعم حلو جدا 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 الشوربه اهو، ماشي. مع التقليب بقى تشويح كده الحاجه كلها في بعض. الطريقه دي جميله، اعملوا بيها. وفي تكايه كمان هقولها لكم، بس لما الايه التشويحه بتاعت الحاجه دي كلها تخلص هوريها لكم يا حبايبي. وهنزل بمعلقه ثوم مهروس اهي، او اي حاجه عندك سخيف ماشي. وهنزل بقرن فلفل، عايزاه رومي ماشي، عايزاه حراق ماشي، كله ده اختياري براحتك اهو. هنسيبها ثواني ونفضل ايه نقلب ثواني ونقلب. كده بقى يا حبايب قلبي، شايفين الجمال بعد ما اتشوحت الخضار بتاعنا. مفيش 3 دقايق بالظبط هنزل عليه بمعلقه مرقه الدجاج، واحده مرقه دجاج. والتكايه بقى اللي هقول لكم عليها دي انا واخداها من شيف، الله يبارك له الله يبارك له. المعلومه دي من ساعه لما قالها لي بعمل بيها، والله العظيم شوربه الخضار بتطلع فظيعه وجميله. بصوا، معلقه دقيق واحده، مش قادره اقول لكم على جمالها، وفعلا زي المطاعم بالظبط. بصوا الجمال. كده بقى هنزل بالشوربه بتاعتنا، هحط المكرونه اهي قدامكم ثواني كده يا حبايب قلبي. بقى هنزل بالمكرونه بتاعتنا اهي متحمره، ماشي. هنقلب بقى كله كده في بعضه، وهنزل بقى ايه بالشوربه بتاعتنا الجميله. انا كان عندي دي شوربه لحمه، ما عندكيش شوربه اعملي بالميه براحتك عادي. بس كده اهو، هنسيبها بقى ايه تستوي معانا، مش هتاخد 10 دقايق ان شاء الله في السوا بتاعنا. ماشي يا حبايب قلبي، خليكم معايا بقى لما تستوي هوريها لكم.
حبايب قلبي بعد شوربه الخضار ما اتعملت بتاعتنا الجميله اهيت. والله مش قادره اقول لكم، اعملوها بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، هتلاقي لها طعمها جميله جدا، وان شاء الله تكون سهله وبسيطه وما كنتش طولت عليكم الفيديو حبايب قلبي. ورحت محمره بطاطسايه، وادي الفراخ ديت كانت عندي من امبارح سخنتها بس. وطبعا اللفت انا كنت موريه لكم قبل كده على القناه. وبالله عليكم ما تنسوا تدعوا لي وما تنسوا تدعموني وما تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب. وجربوها وقولوا لي في التعليقات عملت حلوه ولا وحشه ولا ايه كده، عشان برضو ابقى عارفه يا حبايب قلبي. شايفين انا جايبها لكم اهيت من فوق، شايفين ما شاء الله الاطباق تفتح النفس ازاي. يا رب بس تكون الطريقه سهله واعملوها. وادي المكرونه اهيت، شايفين انا كنت عاملاها صغيره قدامكم، بصوا ما شاء الله كبرت والاكل كله استوى. انتي شوحيها بس كده شويه زي ما قلت لكم وبمعلقه سمنه، وبعد كده تروحي ايه عاملاها، وبعد كده تروحي حاطه عليها الشوربه. انا كنت حاطه شوربه اللحمه، حتى هي في لحمه هي في الطبق، شايفين يا حبايبي؟ فانا مش عارفه هي باينه ولا لا اهي اهي، فانا حطيتها برضو عليها. فان شاء الله يكون الفيديو بسيط وسهل. وما تنسوش بالله عليكم تدعموني، وما تنسوش تدعولي واللايك والشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي في الله.